بيبدأ الانمي بدكتور تينيما، وده جراح اعصاب ياباني شاطر جدا شغال في مستشفى اسمها اسلر في المانيا. فاول مسيرته كده بيعمل عمليه كبيره جدا ومهمه لمغني اوبرا مشهور، والراجل عايش بعدها وبقى زي الفل. بس مدير المستشفى سرق منه اللقطه كلها وخد كل السمعه دي لنفسه قدام الصحافه. تينيما بقى متضايق جدا من اللي حصل، بس بيكتم جوه نفسه كده عشان مش عايز يعمل حوارات. وبعد شويه تينيما بيعرف ان في عامل بناء تركي مات، لان المستشفى مشيت بمبدأ المشاهير والاكابر اولا، مش مهم الانسانيه. فمرات الراجل ده بتقعد تتضايق جدا، بتقول له حرام عليكم اللي بتعملوه ده، وده خلاه يحس بالذنب. في نفس الوقت خطيبته ايفا اللي هي بنت مدير المستشفى اصلا بتقول له ببرود: يا عم كبر دماغك، في ناس حياتهم اهم من ناس تانية. فتينيما بدأ يتردد كده ويقول في سره: يا ساتر يا رب، ايه الجحود ده؟ وهنا تينيما بيقرر قرار كده ان هو مش هيمشي ورا النظام الفاسد ده تاني، وهياخد موقف. فجأة المستشفى بيجي لها حالة مجنونة جدا، عيلة اسمها ليبرت اتقتلت، وفي توأم اسمهم يوهان وانا نجوا بمعجزه. ويوهان ده عنده رصاصه كده جوه دماغه، وتينما لازم يدخل يعمل عمليه حالا. بس المدير هينمان قال له: لا سيبك من الواد ده، روح اعمل عمليه للعمده اللي موجود معانا، في ناس اهم من الناس. تينما قال له: لا انا مش هطبل لحد كبير تاني، انا هنقذ الطفل ده. فعلا بيعمل العمليه ويوهان ده بيعيش، بس العمده الناحيه التانيه بيموت على ايد دكاتره تانيين مش شطار قوي. فالمدير بيتعصب جدا وبينزل رتبه تينما الرتبه تانيه، وبدا كل الدكاتره يقطعوا فيه، وايفا حتى بتفسخ الخطوبه معاه. فتينما بيفصل خالص وبيدخل اوضه يوهان ده وهو غايب عن الوعي، وبدا يقول له هو متضايق جدا ان هو بيتمنى ان المدير ده والحوش اللي حواليه دول يموتوا. وبعد كام يوم المدير والدكاتره التانيين اللي جم على تينيما وظلموه بيلاقوهم الناس ميتين ومسمومين ببونبوني، والتوأم يوهان وانا بيختفوا تماما من المستشفى. والكل بدا يشاور على تينيما ان هو اللي قاتل، حتى مفتش لونج من المباحث الفيدراليه بدا يتهمه بشكل مباشر بس من غير دليل برضه، فبيضطر يسيبه. وبما ان الدكاتره الكبار كلهم اتصفوا، تينيما بيترقى وبقى رئيس قسم جراحه الاعصاب. وبعد 9 سنين تينيما عايش حياته عادي ومظبط حاله وبينقذ الناس يمين وشمال، بس لسه بيفكر في التوأم دول حصل لهم ايه من يجي 10 سنين. وفي ليله من الليالي كده بيجي مجرم اسمه ادولف جونكر، ليه علاقه بسلسله جرائم قتل العواجيز ومسنين. بيوصل المستشفى بتاع تينيما وهو عمال يهلوس يقول: شفت وحش، شفت وحش قدامي. وتينيما مش فاهم حاجه وبيقول له: وحش ايه بس؟ فهم. بس قبل ما يبدا يحكي بيفصل خالص ويهرب من المستشفى، وتينيما بيجري وراه. فجاه بيظهر شخص اشقر كده من الضلمه وبيخلص على جونكر ده قدام عين تينيما. وتينيما بيعرف في الشكل ده على طول ان ده يوهان اللي كان بيعالجه من 10 سنين بس بعد ما كبر. ويوهان بيهرب وتينيما بيحكي كل حاجه للمفتش لونج، بس لونج مقتنع ان تينيما هو القاتل الحقيقي، مش مصدق الهبل ده. هو مقتنع ان يوهان ده مجرد التر ايجو او شخصيه تانية هو بيخترعها. وتينيما بيحس ان الليله خربت عليه كل حاجه، فبيقرر يهرب ويدور على يوهان بنفسه. وفي نفس الوقت انا او اخت يوهان بيتم تبنيها كده وبقى اسمها نينا فورتنر، وعايشه حياتها كطالبه جامعيه عادي وناسيه تماما طفولتها المهببه دي. بس بتجيلها كوابيس برضه غريبه كده طول الوقت، تبدا تجيلها ايميلات غامضه مثلا من يوهان، وتبدا تفتكر لقطات من الليله السوداء دي، ليله الحادثه. ونينا بتقابل تينيما اللي بينقذها من رجاله يوهان لما بتعرف ان ماضيها بايظ خالص، وبتسيب تينيما وبتمشي لوحدها عشان تدور على يوهان. وعلى الناحيه التانيه تينيما كان هربان والشرطه فاكراه هو القاتل، فبيعيش دور برضه اللي هو بينتقم ويقرر يتبع يوهان ده ويحط حد للجرائم بتاعته. وفي السكه كده بينقذ طفل اسمه ديتر، كان في دكتور مجنون بيربيه وبيجهزه عشان يبقى يوهان الجديد. وديتر ده بيبقى صاحب تينيما، وتينيما بيبقى زي ابوه، ويبداوا بقى ينبشوا في ماضي يوهان كده، وبيوصلوا لرقم 511 كيندرهايم. ده ملجأ قديم في المانيا كانوا بيحولوا فيه الاطفال لجنود من غير مشاعر، لحد ما يوهان عمل ثوره هناك وخلى العيال والمشرفين يصفوا بعض. وهنا الكل بيكتشف ان الواد ده سفاح من صغره، حتى تينيما اللي انقذه بدا يقول: انا ليه عملت كده؟ اما مفتش لونج ده فكان مخه مهنج خالص ومش عايز يصدق ان في حاجه اسمها يوهان اصلا مهما جابوا له ادله وشهادات، ومصمم ان تينيما هو يوهان نفسه. وبعد كده بنروح لفرانكفورت، بنقابل قزم غريب كده اسمه ذا بيبي، وده قائد لمجموعه من النازيين الجداد وعايزين يوهان يبقى الواجهه والرمز الشرير بتاعه. تينيما ونينا بيتخطفوا، وتينيما بيقابل جنرال اسمه وولف، وهو اللي لقى التوأم دول زمان ودعم خطط يوهان. وولف بيقول لتينيما: انا صحيح كنت شرير، بس الواد ده حاجه كده فلته بتكرر، ده قتل كل اللي بحبهم، ارجوك اقتله. وتينيما بيخلع ويوهان بيقتل كل اللي خطفوا اخته وبيختفي تاني. ورجاله الراجل اللي هو الطفل او ذا بيبي ده بيعملوا حرايق في حي الاتراك، بس تينيما بيساعد الناس تهرب، ونينا وديتر بيوقفوا الحريقه. ونروح بعد كده لمدينه ميونخ، في راجل عجوز اعمى وغني جدا اسمه شيفال، ليه ابن سري اسمه كارل نيومان. كارل بيحاول يقرب من ابوه، فيوهان بيدخل في الموضوع ويعمل نفسه صاحبه الجدع اللي عايز يساعده، بس في الحقيقه هو بيخطط لمصيبه. في محقق خاص كده اسمه ريتشارد براون بيقرب من الحقيقه ومن جرائم القتل اللي بتحصل حوالين شيفل من ساعه ما يوهان بدا يظهر، لحد ما يوهان بياخده على السطوح وبيديله ازازه خمره كده، وتاني يوم ريتشارد ده بيموت. وهنا بيتولد سلسله جرائم جديد. ايفا كمان سلسله جرائم خطيبه تينيما القديمه دي بترجع المدينه، بس بقت مدمنه شرب ونازله ندب وشكوى في تينيما. وكان في واحد من رجاله يوهان اليمين اسمه روبرتو كان بيموت عليها بس بتفلت منه. وهنا يوهان بيظبط فخ في حفله تبرع كده بكتب نادره في مكتبه في الجامعه اللي شيفالد بيتبرع ليها، فالمكتبه بتتحرق وتينيما بيحاول يضرب يوهان بالنار بس ايده بتترعش وما بيقدرش.
وروبرتو ده بيضربه على دماغه، ونينا كمان بتحاول تقتل يوهان بس بتتجمد مكانها اكتر ما هي خايفه ان هو اخوها يموت. وفي الاخر المكتبه بتقع وشيفالد بيتصاب جامد ويوهان بيختفي، ولونج بيظهر ويشوف تينيما في المكان وبيقول له يا صاحبي انت رحت في داهيه، اخلع وجر يوهان ده معاك. وبعد كده تينيما بيروح براغ وبيعرف ان ام التوأم دي كانت عايشه هناك في قصر اسمه قصر الورده الحمراء، اللي هو اصلا كان بيدير واحد اسمه فرانز بونابرت. الراجل ده هو اللي الف كتاب الاطفال بتاع الوحش اللي ملوش اسم، وكان بيعمل تجارب نفسيه مرعبه على العيال. ام التوأم اجبرها تخلفهم عشان تعمل خطه مجنونه كده في تحسين النسل، وهربت واستخبت وكانت بتلبس يوهان ونينا نفس الهدوم عشان يبانوا ان هم متطابقين، لحد ما رجاله فرانز لقوها واخدوا يوهان. وفي يوم من الايام حصل حاله تسمم جماعي كده مات فيها كل اللي في القصر الا يوهان، لكن نينا وهي بتدور بتكتشف المفاجاه ان مش يوهان اصلا هو اللي اتاخد لقصر الورده الحمراء ده، دي كانت هي. ولما رجعت حكت ليوهان كل الرعب اللي شافته، فالواد قرر يبقى سفاح بالنيابه عنهم هما الاثنين، وودوه ملجأ 511 كيندرهايم بعد ما عرفنا اللي حصل هناك. يعني البنت اللي عملت له تروما لدرجه انه افتكر ان ذكرياتها هي ذكرياته هو. وبيظهر كمان وولف جان جريمر، وده واحد تاني من الملجأ 511 ده وبيحقق في الماضي. وبسبب التجارب دي جريمر لما بيتحط في خطر بيتحول لشخصيه عنيفه اسمها شتاينر المذهل، ده شخصيه كرتون كان بيحبه وهو صغير. اما المفتش لونج فاخيرا بدأ يفهم شويه ان تينيما بريء وبدأ يدور على أدلة حقيقية ليوهان، وتينيما بدأ يتبادل شوية ويتهم بجرائم تانية بس بيهرب. وإيفا على الناحية التانية صاحبة تينيما القديمة أو خطيبته بتتهدد من روبرتو لأنها الوحيدة اللي شافت يوهان قريب، وبتعين بودي جارد اسمه مارتن بيضحي بنفسه عشان ينقذها منه. وبكلمات مارتن الأخيرة ده تينيما بيعرف خطة يوهان الأخيرة. يوهان عايز ينتحر ويمسح قرية بعيدة من الخريطة ويخلي الكل يقتل بعضه. القريه دي اسمها روهينهايم. يوهان بيبدا اللعبه فعلا في البلد دي ورجالته بيوزعوا سلاح على اهل القريه، والوضع بيتحول لفيلم رعب. وتاني ونينا ولونج وجريمر بيوصلوا والكل بيصفي في بعضه في نفس الوقت. جريمر بيتحول لشخصيه الشتاينر المرعب ده بس بيتضرب بالنار ويموت، ولونج بيحارب روبرتو وروبرتو بيموت، ونينا بتحاول تتكلم مع يوهان وتمنعه بس يوهان ما كانش شايف حاجه قدامه. وبونابرتا بيظهر ويحاول يضرب يوهان، روبرتو بيموته قبل ما يموت بس روبرتو بيموته وهو بيطلع في الروح. وعلى الناحيه الثانيه يوهان بيجبر تينيما يضربه بالنار وبيهدده ان هو لو ما ضربوش هيقتل طفل اسمه ويم عشان يثبت ان البشر زباله ويدبس تينيما في الجريمه ويطلع هو اللي صح. فهنا بدات تقول له لا، وفجاه بيظهر ابو ويم ده وهو سكران ومتطوح من كتر العنف وضرب يوهان برصاصه في دماغه. يوهان بيقع بين الحياه والموت. وفي اغرب تحول من الاحداث تينيما بيقرر يعمل عمليه ليوهان تاني ولا كانه اتعلم حاجه من اول مره وبينقذ حياته تاني. بس يوهان بيبقى في غيبوبه تامه كده، والشرطه بتعرف ان تينيما بريء طول الوقت، ونينا بتتخطى الصدمه وتتخرج من الجامعه، وايفا بتبطل رزاله وتتظبط، ولونج بيبطل يطارد تينيما وبيشتغل مدرس، وتينيما بيلاقي ام التوأم وبتقول له اساميهم الحقيقيه بس احنا كمشاهدين ما بنسمعهاش. وقبل ما المسلسل بيخلص تينيما بيروح يزور يوهان في المستشفى وبيقعد جنبه، وفجاه يوهان بيصحى كده ويقول له هي امي ضحت بيا انا ولا بنينا الليله دي لما كنا في قصر الورده الحمراء، وكانت عارفه اصلا هي بتختار مين. فتينيما بيتخض جدا ويطلع بره شويه وبيرجع تاني كده سرير يوهان بيكون فاضي والشباك مفتوح على الاخر. ودي كانت نهايه انمي مونس. الانمي بيقول لك يا جماعه مين هو الوحش الحقيقي، العالم البايظ اللي طلع ناس زي يوهان، ولا يوهان نفسه عشان كل الموت ده، ولا تينيما اللي انقذه مرتين، ولا البشر كلهم اللي فيهم الخوف والجشع وكل حاجه. ده كان الانمي يا جماعه فكره الفيديو ده ان هو الانمي في 10 دقائق، محدش يقول لي انت كروت، بتاع اصلا 72 حلقه، وده على فكره سكريبتات من فيديوهات اجنبي. فانا الناس دي حاجات دي متاخده بدراسه، مش مثلا قاعد ببرزع عليك ولا اجيب كلام من جيميناي وشات جي بي تي. تمام، اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك ومع السلامه. انا يا جماعه قناه ملخصات من الاخر، لو انت عايز اي فيلم معين قول لي هعمله لك وسيبه لك في الكومنتات. تاني حاجه معانا يا جماعه، انا لا يعني عملت انواع كتير جدا عادي، بس انا لقيت ده بيتشاف اكتر لحد ما نحقق الربح بعد شهر مثلا، نبدا نشوف بقى الدنيا ايه عباره عن ايه. تمام، عامل ليكوا صاحب على الايفون عايز تكسب، وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات، ولو وصلنا 200 سبسكرايبر اختار واحد بالليل. واشتغلوا كده يا جماعه معايا في السبسكرايبرز والحاجات دي، لان انا لسه بشوف القناه يعني في فيديوهات بتتشاف قوي فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع، فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك ومع السلامه.